كان عنده متلازمه تريزيجيه تقريبا قرار تبديل تيبو كورتوا ده اخر قرار هو هياخده مع المنتخب البلجيكي. معانا فرنسا، معانا اسبانيا، معانا الارجنتين، ومعانا انجلترا. طيب توقعاتنا منتخبات 4 ماتشات اكتر من 420 دقيقه اتلعبوا في دور الثمانيه عشان نحدد مين هو المتاهل للمربع الذهبي. المغرب خرجت، بلجيكا خرجت، سويسرا والنرويج كافحوا 120 دقيقه وخرجوا برضو عشان اللي بقى لنا القوه العظمى لكره القدم، الاربعه الاوائل على مستوى العالم سواء كان في التصنيف او جوده اللعيبه: انجلترا، اسبانيا، الارجنتين، وفرنسا. طبعا كل واحد فيهم كان ليه قصه برضه في ازاي ان هو صعد للمربع الذهبي، كل واحد كان ليه طريقته. فرنسا مثلا داست على وش اي حد جه قصادها وده كنا متوقعينه من الاول. انجلترا كانت على وشك ان هي تخرج بكارثه مرتين. الارجنتين لعبت 120 دقيقه، واسبانيا احتاجت للدقائق الاخيره عشان تتاهل للمربع الذهبي. فلو انت شفت الاجوان بس فانت كده شفت نص القصه. الاربع ماتشات كان فيهم تفاصيل، كان فيهم شويه حكاوي كده بتحدد بشكل كبير مين هو بطل نسخه 2026. في الحلقه دي هنتكلم على الاربع ماتشات دول، هنحلل وهنشوف مين هو الاقرب، وهنقول التنبؤات بتاعتنا لبطل كاس العالم 2026. لو وصلك الفيديو ده ما تنساش يا صديقي ان انت تدوس سبسكرايب، ان شاء الله يعجبك، فتدوس لايك، تشيره مع اصحابك، تنزل تحت في الكومنتات تقول لي ايه رايك في الماتشات او في النقط اللي انا اتكلمت عليها، ننزل نتسكلف مع بعض. اللي ما يعرفنيش انا البومبو وده سكاليف في الملعب، ويلا يلا سكاليف. هنبتدي اول ماتش معانا فرنسا والمغرب. المغرب اللي داخله بطموحات وانجازات 2022 بوصولها للمربع الذهبي وحصولها على المركز الرابع، زائد ان هي الفريق العربي والافريقي الوحيد اللي في دور الثمانيه، فده كله كان برضو حمل على المغرب. المغرب خرجت هولندا وخرجت كندا 3-0، بس للاسف هو جه قدام الطوفان الفرنسي، فرنسا اللي ما رحمتش اي حد وهنتكلم عليها. المغرب كانت نازله بشكل كبير الى حد ما دفاعيا، بس عندها تحولات هجوميه انفجاريه كبيره، هي دي اللي كانت بتعتمد عليها بشكل اساسي. ما عرفتش تمسك الكوره او تلعب بالطريقه بتاعتها اللي هي لعبت بيها الماتشات اللي فاتت. فرنسا حجمت من خطوره المغرب، فرنسا يعني ما سمحتش من الاخر ان المغرب تمارس الهوايه بتاعتها او الطريقه بتاعتها قصادها في الماتش ده. ولو جينا بصينا على الاكس جي او الاهداف او الفرص المحققه، هتلاقي فرنسا بفرق كبير 3.14 اكس جي قصاد 0.14 للمغرب، يعني تقريبا 21 ضعف الفرص اللي عملتها المغرب فرنسا عملتها. الماتش كان فيه نوع من انواع فرض القوه من فرنسا مدججه باسماء تقيله جدا، سواء كانت اللي بتلعب في ارض الملعب او كمان اللي قاعدين في الدكه، وده برضه هنتكلم عليه. جت ضربه جزاء لكيليان امبابي في الشوط الاول، دخل عليها صدها ياسين بونو. فرنسا بعد كده احتاجت ان هي تستنى لغايه الدقيقه 66 عشان تفتتح التسجيل عن طريق كيليان امبابي المتالق. بعديها بكام دقيقه ديمبلي بيحط بصمته هو الثاني ويسجل الهدف الثاني عشان فرنسا تتاهل للدور الاربعه او المربع الذهبي بعد ما كسبت المغرب 2-0. يعني اوقات كتيره قوي من الماتش كانت فرنسا عامله 10 فرص محققه قصاد ولا فرصه من المغرب، حجمتهم بطريقه كبيره جدا جدا. اخطر حاجه في فرنسا مش الاسماء بس، انا عارف الاسماء تقيله، بس انت لما تيجي تبص فرنسا داست على وش الكل وصولا للمربع الذهبي. كسبت 3-0 السويد، كسبت 1-0 الباراجواي في دور ال16، واخيرا كسبت المغرب في دور الثمانيه 2-0. لما تيجي تبص هي مسجله 6 اهداف في اخر 3 ماتشات، يعني بواقع هدفين في كل ماتش. بس مش هي دي النقطه، انت لما تيجي تبص كل الثلاث ماتشات كلين شيت. فالمشكله مش بس ان فرنسا بتقدر تسجل اهداف، لا ده دفاعها تقيل جدا. وعشان كده انا قلت لكم في الاول فرنسا تقريبا الفريق الوحيد اللي في المربع الذهبي اللي دفاعيا ممكن انا اقول بيتفوق هجوميا، لان هم هيقدروا يسجلوا، بس انت داخل وعارف ان انت مهمتك مستحيله ان انت تدخل وتسجل قصاد فرنسا. فرنسا احتاجت كام غلطه كده من المغرب عشان تتاهل للمربع الذهبي زي ما انا قلت لكم. المغرب بتنهي رحلتها في نسخه 2026 وصولها لدور الثمانيه، الخروج قصاد فرنسا فرقه تقيله جدا، عشان يكتمل اول ضلع من المربع بتاعنا بوصول فرنسا للمربع الذهبي. تاني ماتش معانا كان اسبانيا قصاد بلجيكا. كان في قرار واحد هو اللي غير تقريبا مسار الماتش كلها، او قرارين تقريبا هم اللي غيروا مسار الماتش، سواء كان من بلجيكا او من اسبانيا. احنا طبعا عارفين ان اسبانيا بتنزل بتحاول ان هي تستحوذ يعني اكبر قدر ممكن، وهي دي الطريقه بتاعتهم من زمان جدا. عايزين يوجدوا الثغرات، بيلعبوا ما بين الخطوط، بيدوروا الملعب من اليمين للشمال كتير جدا، بيلعبوا بسرعه. عندهم برضو الكواليتي بتاع اللعيبه ان هو يتحكم في رتم المباراه. الماتش ما كانش سهل جدا، شفناها عانت
عانت قبل كده قصاد فرقه مثلا زي كاب فيردي. بلجيكا فرقه تقيله، كانت اول الماتش نازله الى حد ما كان في نوع من انواع الرهبه، نازلين بيدافعوا باكبر قدر ممكن هم يقدروا يعملوا. الماتش شغال، وصلنا لغايه الدقيقه 30 تقريبا، لغايه ما افتتح التسجيل فابيان رويس عشان تبقى النتيجه 1-0. بعد كده في الدقيقه 40 او 41 دي كاتالاري بيعادل النتيجه عشان تبقى 1-1. وفضلنا الماتش ماشي بالطريقه ديت، سجال استحواذ كبير جدا من اسبانيا، هجمات على استحياء من بلجيكا لغايه الدقيقه 70 او 71، لغايه ما تيبو كورتوا اتصاب. وده كان قرار بخروجه غير مجرى المباراه بالنسبه لي، لان انا شايف ان تيبو كورتوا على اعلى مستوى. لامينيس برضو حارس مرمى كبير، بس ما يجيش حاجه جنب كورتوا. لغايه الدقيقه 80 او 88 يقرر ديلافوينتي ان هو ينزل مارينو اللي هو جده بتاعهم التميمه بتاعته، وشفناه قبل كده في دور 16 لما نزل وحط بصمته في الدقيقه 90 على نفس الطريقه بعد دخوله بكام دقيقه بيسجل هدف الفوز لاسبانيا عشان تصعد للمربع الذهبي. في ناس كتيره عاتبت رودي جارسيا المدير الفني لبلجيكا ان هو خرج تيبو كورتوا، مع ان الاصابه ما كانتش كبيره جدا، بس هو كان عنده تصريح جامد جدا وانا بايده مليون في الميه ان سلامه اي لعيب فوق اي نتيجه. رودي جارسيا مع بلجيكا عمل يعني مسيره كرويه كويسه جدا، لعب 20 مباراه لغايه المباراه دي، كسب في 12، اتعادل في 6، اتغلب في 2 بس. وتقريبا قرار تبديل تيبو كورتوا ده اخر قرار هو هياخده مع المنتخب البلجيكي. انا شايف ان تقريبا هيتم اقالته، هيتم تعيين مدير فني تاني يقدر يخلق جيل تاني او مجموعه لعيبه بفكر جديد. لان احنا برضو شفنا، يعني قلت لكم النتائج، بس شفنا بلجيكا على مستويات متباينه جدا، فاهم؟ مش هي الفرقه التوب، وفي نفس الوقت بتعرف برضو ترجع في النتيجه زي ما شفنا قصاد السنغال، بس المستوى مش ثابت. اسبانيا في الناحيه الثانيه برضو اثبتت ان كره القدم 90 دقيقه وصبر، لو ما نفعتش دي هنفضل نجربها لغايه ما نخلق فرصه ثانيه، وهو ده اللي حصل في الماتش ده. وبكده اكتمل اول ضلعين من المربع الذهبي، فرنسا واسبانيا، مواجهه ناريه جدا، فرقتين مدرستين مختلفتين تماما. فرنسا اللي هي مش بتدور على الاستحواذ قوي، بس هي اول ما بتمسك الكوره بيلعبوا كوره بسرعه مش طبيعيه، سواء كان عن طريق مبابي، دوي، ديمبلي، واوليسي اللي عنده قوه انفجاريه مش طبيعيه. فده اول طريقه. زائد الطريقه الثانيه اسبانيا اللي بتصبر كتير قوي قدام اي خصم، بتفضل تدور الملعب، بتدور على الاستحواذ، بتهدي، بتسرع رتم الماتش بطريقتها. فاحنا هنشوف طريقتين مختلفتين تماما. مين اللي هيكسب هنقول في اخر الحلقه ان شاء الله. ثالث ماتش معانا كان تقريبا قمه برضو اخرى في دور الثمانيه، كان ما بين النرويج وانجلترا. النرويج الحصان الاسود، وانا كنت قايل من الاول النرويج هي الحصان الاسود، هي اللي هتعمل مفاجاه. عملت مفاجات كتيره، ابتدت بان هي تخرج ايطاليا من كاس العالم. مش يعني البوسنه ده موضوع تاني، بس هي خلت ايطاليا في المركز الثاني او الثالث. فالنرويج كانت فرقه داخله باحلام كبيره، باسماء تقيله جدا، عملت الانجازات اللي هي عايزاها في البطوله دي. انجلترا على الناحيه الثانيه برضو نفسها ان هي تقرر الانجاز بتاع 66 من 60 سنه ما خدتش كاس العالم، نفسها ان هي تاخد كاس العالم تاني، وكل نسخه بتقول الكلام ده. النرويج داخله بعد ما اقصت البرازيل برضو، داخله بالاسلحه بتاعتها، السلاح الكبير بتاعها ايرلينج هالاند. الماتش بيبتدي استحواذ تام مطلق لانجلترا، يعني تقريبا اول 23 دقيقه ايرلينج هالاند ما لمس الكوره، اللعب كله في الثلث الاخير، مش الثلث الثاني بس، الثلث الاخير من الملعب. انجلترا بتدور، نزلت لعبت ان هي تعمل اوفرلود على جود على جوردون، وان هي تحول اللعب بسرعه لمدويكي، بس الطريقه ديت ما استمرتش او ما كللتش بالنجاح. كذا مره بيتم الضغط على مدويكي، فيا اما الكوره بتطلع منه او يا اما بتطول وبتتقطع بعد كده. النرويج في اول 45 دقيقه بس عملت 3 هجمات، منهم هجمه بس بجون. الجون اللي ما كانش فيه حد مصدق ان هو دخل، احنا كلنا واقفين قلنا الكره طلعت بره، شفناها كتير. حتى احتفال شيلدروب نفسه ما كانش الاحتفال اللي هو يحيلك ان دي اصلا جون. النرويج بتتقدم على انجلترا وبتحطها تحت ضغط اكبر من اللي هي كانت فيه، لان هي بادئه الماتش ومش عارفه ان هي تخترق الدفاعات النرويجيه لغايه الدقيقه 40 او 41. كوره حلوه من ناحيه انتوني جوردن على الشمال، بيلعبها لجوب بيلينجهام اللي بيخترق جوه وبيركنها في الجون عشان الشوط الاولاني ينتهي 1-1. الشوط الثاني فيه قرارات كتيره غريبه حصلت احنا مش فاهمينها لغايه دلوقتي. توماس توخل بيطلع ديكلان رايس، بيطلع مدويكي برضو. انا بالنسبه لي ديكلان رايس المفروض ما يطلعش، لان هو الوحيد اللي بينزل يستلم الكوره، بيعرف يخرج الكوره، بيعرف يهدي اللاعب، بيعرف كمان يؤدي الادوار الهجوميه بتاعته، ان هو يخترق ما بين الخطوط سواء بنفسه او ان هو يعمل تمريره ما بين الخطوط. فانا شايف القرار ده كان في نفسه مش صح،
وده انعكس في برضو مجريات الشوط الثاني. الشوط الثاني احنا شفنا استحواذ كبير جدا جدا من النرويج قصاد انجلترا، تراجع مش طبيعي للنرويج سوري لانجلترا. حتى ساكا اللي نزل كان فيه نوع من انواع الانانيه، كان عنده متلازمه تريزيجيه تقريبا، في اي كره بيدخل يروح لعبها شايطها ار2 اي كلام. كان قدامه كذا مره ان هو يخلص الماتش بباصه بثرو، بس ما عملش الكلام ده. المباراه انتهت 90 دقيقه، بدانا نلعب اشواط اضافيه. خرج ايرلينج هالاند، وده بالنسبه لي برضو علامه استفهام. يعني انا واحد عندي هالاند ودخلت في الوقت الاضافي، انا خرجه ليه؟ انا بدور على ايه وانا عندي هالاند؟ انا بدور عليه اكتر من كده، ما انا عايزه من يعني انصاف الفرص ده. لو اديت له نص فرصه هيوصل بالكوره. فده كان قرار غريب بالنسبه لي برضو. الاشواط الاضافيه، الشوط الاول بيسجل برضو بيلينجهام الهدف الثاني يعني بطريقه حلوه جدا وذكيه، شوطه من بره تقريبا روجرز هو اللي شاطها، كمل عليها بيلينجهام. وده كان سلاح كان فينه من اول الماتش، الشوط من بره 18 قصاد التكتلات الدفاعيه. ده سلاح من الاسلحه اللي اي فريق او اي منتخب لازم يستخدمه. انت جربت كتير جدا التحولات، التغيير، اللعب من اليمين للشمال، كل ده ما ينفعش. فده كان اكبر سلاح، وانا كنت شايف ان هم كانوا المفروض يستخدموه من قبل كده. بيلينجهام بالطريقه دي بيسجل سادس هدف ليه في البطوله دي عشان يصبح هداف كبير برضو لانجلترا بعد هاري كين. الماتش كان فيه تفصيله برضو صغيره، الماتش اتلعب في ميامي. اللي ما يعرفش ميامي حر جدا، فيها رطوبه عاليه، كانت درجه الحراره 33، نسبه الرطوبه عاليه جدا. لعبوا 120 دقيقه، ده ممكن ياثر في ماتشهم قصاد الارجنتين بنسبه كبيره، لان كان في حمل بدني كبير جدا جدا، فلازم يبقى في استشفاء او ريكفري عالي عشان يبقوا مستعدين لمباراه الارجنتين. نوصل بقى لاخر ماتش، ماتش الارجنتين وسويسرا. اللي يشوف النتيجه، الارجنتين 3 سويسرا 1 يقول لك طبعا ما ماتش سهل، بس الماتش اتلعب 120 دقيقه. الماتش ما كانش سهل خالص للارجنتين. الماتش كان سجال ما بين الاثنين، ما كانش فيه استحواذ تام، بالعكس سويسرا كانت بتهاجم وكانت بتضغط بشكل كبير جدا لغايه ما وصلت ضربه ركنيه دخل عليها ميسي، رفعها قبلت ماكاليستر عشان يعلن تسجيل الهدف الاول للارجنتين. بعد كده سويسرا رجعت عن طريق دان دويا ويسجل التعادل 1-1، والماتش يفضل حرب استحواذ كبير، يعني محاوله خلق الفرص من الاثنين مش من الارجنتين بس. الماتش امتد لغايه الدقيقه 120، وهنا بتبين الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعت المنتخب الارجنتيني، سواء عن طريق جوليان الفاريس اللي بيلعب 120 دقيقه، لوتارو مارتينيز، هما الاثنين بيسجلوا هدفين في الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني عشان يقضوا على احلام سويسرا. طبعا في جمهور كبير جدا من اللي بيكرهوا الارجنتين وخصوصا المصريين في نقطه جدليه اللي هو طرد امبولو، خصوصا يعني احنا لو بصينا على التايم لاين ان هي جايه بعد ماتش مصر والارجنتين الجدلي، فبيقولوا ان هو المفروض ما كانش اتطرد، بس القرار صحيح 100%. في قانون جديد اتطبق في المباراه ديت. انا مش هدخل في تفاصيل القانون او تفاصيل اللقطه، بس اللقطه مليون في المية صح. ميسي حاول ان هو يسجل للمباراه 9 على التوالي بس فشل. الماتش كان يعني في الاخر تكتل دفاعي كبير جدا من سويسرا، بس للاسف جوده لعيبه الارجنتين هي اللي رجحت الكفه عشان يكتمل الضلع او الراس الرابعه للمربع الذهبي بتاهل الارجنتين. طيب دلوقتي الارجنتين لعبت 120 دقيقه تلعب قصاد انجلترا اللي لعبت برضه في ظروف الى حد ما قاسيه جدا بالنسبه لهم هم برضه 120 دقيقه. الماتش يعني ابعد من ان هو ماتش في مربع ذهبي، هم الاثنين في ما بينهم تاريخ. لو رجعنا بالتاريخ كاس العالم 86 والجون اللي جابه مارادونا اللي احنا عارفين ان هو جابه بايده، ده كان قصاد انجلترا. في 98 برضه، في 2002 طرد بيكهام. الجو ده فيه منافسه من نوع خاص، انا اقدر اقول ان هو كلاسيكو ما بين انجلترا وما بين الارجنتين. طيب دلوقتي احنا معانا الاربع فرق الاضلاع بتاعه المربع الذهبي، معانا فرنسا، معانا اسبانيا، معانا الارجنتين، ومعانا انجلترا. طيب توقعاتنا ايه؟ انا شايف مواجهه فرنسا واسبانيا يعني ماتش كبير جدا. الاثنين مدرستين، الاثنين كل واحد بيلعب بطريقته، استحواذ مقابل تحولات هجوميه انفجاريه، سرعه. الدكه هنا تقيله جدا، دكه الاحتياطي بتاع فرنسا تقيله جدا، مش زي دكه اسبانيا. اسبانيا عندها ميرينيو اللي بيصنع الفارق في اخر دقيقه، شفناها قبل كده بدل المره مرتين. فالماتش صعب جدا ان حد يتوقعه، بس انا توقعاتي يعني بنسبه كبيره فرنسا هي اللي هتكسب. فرنسا هجوميا شرسه جدا جدا، دفاعيا مفيش اشرس منها برضو في الدفاع. التوازن ما بين الهجوم والدفاع ده لفرنسا هو بالنسبه لي هو اللي بيرجح كفتها. الناحيه الثانيه الارجنتين داخله بعد ما لعبت برضو 120 دقيقه
انجلترا لعبت برضو 120 دقيقه، بس اللي بيحكم اللقاء ده جوده اللعيبه. انا شايف للاسف ان جوده لعيبه الارجنتين اعلى من انجلترا. انجلترا كانت في مباراتين قصاد الكونغو واخرهم النرويج كانت متاخره بجون. ان انا ارجع في النتيجه مش دي حاجه انا اقدر اراهن عليها. انا اتمنى ان انجلترا تكسب الارجنتين، بس من جوده اللعيبه انا شايف الارجنتين اعلى، وخصوصا ان هم عندهم ميسي. فانت قول لي ايه رايك؟ اسبانيا وفرنسا، الكرة والاستحواذ قصاد المساحات والانطلاقات، والناحيه الثانيه انجلترا والارجنتين، الصراع الازلي اللي من سنه 86. انت شايف ايه؟ انجلترا ولا الارجنتين؟ جوده اللعيبه دي ولا جوده اللعيبه دي برضه؟ هل انجلترا هتلحق ان هي تتعافى بدنيا بعد الماتش القاسي ده؟ وبرضه الارجنتين لعبت 120 دقيقه، بس الارجنتين كانت بتلعب قصاد 10 لعيبه لوقت كبير قوي من الماتش، ما كانش عليها الضغط البدني من حيث درجه الحراره ولا الرطوبه. وصلنا للنقطة الفاصلة في كأس العالم 2026 وشفنا فيه قصص كتيرة. شفنا الصراع المغربي اللي كان بيحاول ان هو يقرر الانجاز بتاع 2022. شفنا النرويج وهي بتحاول ان هي تبقى الحصان الاسود عن جدارة وان هي تنافس على بطاقة التأهل للمربع الذهبي. شفنا انجاز مصري برضو بوصول المنتخب المصري للدور ال16. مش هتكلم عن الخروج قصاد الارجنتين، احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده. في قصص كتيرة جدا. شفنا كاب فيردي والاداء المشرف بتاعها والحارس بتاعها العالمي. في قصص كتيره في 2026. انزل اكتب لي ايه اجمل قصه انت شفتها في 2026 لغايه دلوقتي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتشيروه مع اصحابكم. في نفس الوقت ما تنساش برضو ان انت تدوس سبسكرايب، وكمان تدوس على الكومنت وتنزل تتسكلف معايا. قول لي ايه رايك في الاربعه المتاهلين للمربع الذهبي، الاربع امبراطوريات، فرنسا، انجلترا، الارجنتين، اسبانيا، توقعاتك. تعالى ننزل نتسكلف مع بعض. هشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني بعد الماتشين دول. انا البومبو ده سكريت في الملعب. يلا.